فرق الرواتب في عقد تريزيجيه وزيزو عمل أزمة في أوضة لبس النادي الأهلي. الأول ازيكم عاملين ايه؟ إن شاء الله يوم جميل وسعيد عليكم بإذن الله، وفقرة جديدة بنقدمها لحضراتكم من الأخبار اليومية. طبعا ده اللي قاله قفشة امبارح مع إبراهيم فايق في البرنامج بتاعه قهوة فايق، وقال أكيد طبعا يا جماعة إن فرق العقود في تريزيجيه وزيزو العقود بتاعتهم عملت أكيد نفسيا فرق في أوضة اللبس، أو بمعنى صح يعني إن في لعيبة بدأت إنها تتضايق من حاجة زي كده. وقال إن هو كان طبعا في الأول فئة أولى على العقود القديمة، ولما طبعا جيزي وتريزيجيه هو كان أقل منهم وما طلبش أي زيادة في مرتبه. ويمكن يا جماعة دي وجهة نظري الشخصية، ممكن يكون ده برضو من أسباب أزمة إمام عاشور اللي احنا بنشوفها دلوقتي. إمام عاشور محدش يقدر ينكر إن هو أفضل لاعب في مصر حاليا، وممكن نقول إن هو داخل قارة أفريقيا، فممكن يكون ده أثر فيه. ومتهيألي إن هو اللاعب أخد وعود قبل كده في الصيف إن هو يتظبط عقده أو يخش في فئة أعلى، ومش عارفين بصراحة الموضوع وصل لإيه. وكنا سامعين ان في عروض من السعوديه وامريكا، ولكن الاهلي اعلن رسميا ان ما كانش في اي حاجه جات لامام عاشور. فمش عارفين ايه تطورات اخر حاجه طبعا في ازمه امام عاشور، ان هو بدا يتدرب منفردا زي ما قالوا، وبعد اسبوعين هيرجع. والراجل اعتذر وقال طبعا ان هو كان خايف على اللعيبه من دور البرد اللي عنده. طبعا انا وجهه نظري الشخصيه ما فيش حاجه من الكلام دوت. كان في اجراءات تانية اللاعب يقدر يعملها لو هو تعبان، على الاقل كان تليفونه يبقى مفتوح، كان راح كشف مع طبيب الفريق وحاجات كتير جدا. طبعا قفشه قال ان هو ناس كتير جدا كانت بتعلق ان تاريخه كله عباره عن هدف القضيه، وهو ما كانش بيشغل باله حاجه زي كده. راح الاتحاد السكندري عشان يكون عنده دقايق لعب افضل ويعود لنادي الاهلي ان هو على سبيل الاعاره، وكان اختيار موفق ليه على كلامه. الاتحاد فريق كبير وليه جماهير، وقال ان شاء الله انه يعود للنادي الاهلي، وانه جاله اي اختيارات قصاد الاهلي طبعا هيختار الاهلي. وان هو طبعا افضل مدرب لعب معاه بيتسو موسيماني، كان بيديله حريته. كولر كان مدرب كويس. وان مستر ياستور قال له كمان ان هو مستنيه وهيتابعه في الاتحاد السكندري. فربنا يوفق محمد مجدي قفشه. طبعا الاهلي امبارح يا جماعه اعلن عن صفقته المهاجم الجديد يالسن او ايسن او يالسن، انا مش عارف نطقه بالظبط الصح، كاموش. وهو اصلا لو هنيجي نتكلم هو لاعب برتغالي بس من اصول انجوليه، فهتقول عليه انجولي ماشي، هتقول عليه ان هو برتغالي مفيش مشكله. المهم ان هو اتولد في البرتغال ونشأ في مدارس الكوره في البرتغال، ولعب في البرتغال وراح لعب في السويد وتألق في الدوري النرويجي. وهو لاعب 26 سنه، فعنده اساسيات الكوره، وفي نفس الوقت هو مش لسه صغير عشان تقدر تقول ان هو هيتطور، ولا تقدر تقول عليه ان هو كبير وخلص كوره. فهو مشروع كويس جدا النادي الاهلي اللي هو واخده اصلا كاعاره لحد نهايه الموسم. لو اثبت نفسه هيكمل معاه. والاهلي يعني بيقول ان ده مشروع لاعب هيطول معاه سنين طويله، وانه لاعب ارقامه كويسه جدا وهيفرق كتير جدا في جمله الاهلي. الاهلي في الماركاتو ده بصراحه يا جماعه انا شايف ان هو كويس جدا، رغم الانتقادات اللي الناس بتقولها. لا، الاهلي بيجيب اللعيبه اللي هو محتاجها في المراكز اللي هو عاوزها، وكل اللعيبه اللي لحد دلوقتي مبشره بالخير. ان شاء الله نشوف ان شاء الله الاهلي هيعمل ايه مع الصفقات الجديده. كان في امبارح عندهم طبعا ماتش مع يانج افريكانز اللي تعادل 1-1، وكان موجود في الاحتياطي يوسف بالعمري، وكان موجود عمرو الجزار وبعض الصفقات، واحمد عيد شارك وكان بيشارك قبل كده، ومروان عثمان اللي بيقدم بصراحه اداء عالمي جدا، وجاب هدف في ماتش وادي دجله في الدوري. فهنشوف ان شاء الله اللي جاي هيكون ايه. طبعا كان عندنا مباريات كتير جدا في الدوري الانجليزي، وفاز ليفربول وفاز ارسنال امبارح، وفي السيتي النهارده، وبرشلونه كسب امبارح في الدوري الاسباني. في النهارده الريال. المنافسات اللي موجوده في الدوريات الاوروبيه. وان شاء الله عندنا ماتش مهم جدا في دوري ابطال بيراميدز ونهضه بركان، وعندنا في الكونفدراليه الزمالك والمصري. ربنا يوفق الفرق المصريه كلها ان شاء الله وتكمل معانا للادوار اللي بعد كده في بطولات افريقيا. ونشوف ان شاء الله يا جماعه باذن الله منتخب مصر برضو يقدم لنا حاجه كويسه في اللي جاي وفي كاس العالم اللي جاي. وبكده يا جماعه نكون وصلنا النهارده، وان شاء الله يوم جميل وسعيد عليكم باذن الله.